أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القصص والروايات وأفلام الخيال العلمي اللي تتكلم عن المخ والدماغ كنت دايما تلاقي بطل خارق بيقدر يقرأ أفكار اللي قدامه، بل وكمان ممكن يسيطر عليها ويوجهها زي ما هو عايز. القدرة على إنك تقرأ أفكار اللي قدامك مهولة. هل قراءة الأفكار دي حاجة حقيقية، أو هل الموضوع حتى قابل لإنه يتم تطبيقه على أرض الواقع ولا لأ؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. نعرف الأول إزاي الدماغ البشري بيفكر أصلا. الإنسان بيستخدم في التفكير المخ وبيستعين على القدرة الذهنية اللي هي العقل. بيبدأ الدماغ البشري بالملاحظة، سواء كانت بتتم عن طريق الرؤية أو عن طريق تلقي المعلومات بأي صورة مختلفة. يبدأ الدماغ يحلل المعلومات دي ويستنتج معلومات تانية جديدة من خلالها